اهلا اهلا اهلا. مش عارف صراحة، يعني انا كنت المفروض بقول اسم المدينة كل مرة، بس المرة دي اكشلي هسيبها ميستري. يعني ممكن تبقى زي تشالنج صغيرة كده. حاولوا تعرفوا ايه المدينة اللي انا موجود فيها دلوقتي. انا برضه في كونديشنز عجيبة شوية. لو بصين حواليا الموضوع شكله غريب حبة. هو دي حاجة بيسموها بود، ازن كبسولة يعني. فلو ارسمها كده سريعا يعني. يعني لو متخيلين الفكرة، هي حرفيا يعني just سرير. يعني هي just تخيل كده سرير هنا وبس كده. وانت اصلا يعني هي بودز بقى، يعني عندك بود فوقيك وبود جنبك وبود جنبك وهكذا رايح جاي في الصفوف كلها يعني. ف it's a very interesting experience. و مش عارف، مش هقول برضه انا فين يعني. هي صراحة برضه اللي حواليا ده مش هيدوكوا جود هنت يعني. وبرضه ممكن تسمعوا اصوات حواليا حبتين، بس ظروف بقى مفيش حاجة اقدر اعملها اوي يعني. ف او برضه في عندهم هنا زي ديسكو لايت. اوبس. انا كده قفلت النور خالص. اه. هو طبعا انا مش عارف ازاي يعني، هو صراحة هو مريح للعين شوية، بس انا اكيد مش هسجل كده يعني عشان شكله غريب اوي في الكاميرا. ف الحمد لله في نور طبيعي يعني. ده اللي هنستخدمه عامة يعني. خلينا بقى نخش في الكلام المفيد يعني. أم، ما اظنش هعرف اسجل كتير في الانفايرمنت دي، عشان برضو ما ازعجش الناس اللي حواليا. عشان حتى لما انا كنت في باريس، لما كنت بتكلم على حوار ان الاوضه حواليا ناس مش عارف ايه، وهنا الوضع اسوأ كمان، عشان حرفيا الباب بتاع البود هو حته خشب كده رفيعه وفوقيا ناس وجنبيا ناس. ف not exactly بقى احسن environment للتسجيل. فممكن تلاقوا الفيديوهات في الانفايرمنت دي اقل شويه. او ممكن اقعد اقصقصها كتير واحسسكم ان هي كتيره، ما اعرفش، هنشوف يعني. بس just in case يعني لو فيديوهات اقل تبقوا عارفين ليه. و... وبس اتمنى برضو المايك يكون معقول. طبعا انا معايا المايك بتاعي اهو يعني. بس مش عارف بقى الايكو هنا عامل ازاي والدنيا عامله ازاي، فجاست بير وذ مي يعني. عامة احنا هنتكلم عن النهارده ده زي continuation شوية للجزء بتاع الفاندامنتالز، اللي هو كان اخر حاجة كان بتاعت بايثون. وعملت اوفر فيو على معظم المين ثينجز اللي في بايثون، او هي اكشلي صراحة بتكستند معظم البروجرامينج لانجويجز الموجودة عامة. فالنهارده هنتكلم عن شوية من اللايبريز المشهورة. ما اظنش هعرف اكود قوي للاسف، عشان بطبيعة برضو الكونديشنز انا اصلا يعني هو عبارة عن سرير بس. انا لو رفعت راسي شوية يعني ده السقف يعني، فانا مش عارف اقعد كويس اساسا. فان انا اقعد اكتب كود وكده في الوضعية دي not exactly ideal يعني. بس يعني هي فاني صراحة، حاجة يونيك. يمكن تساعدكم تفتكروا المعلومة. حد يقول لكم نسيت المعلومة، فكروا ان انا كنت قاعد في البود وانا بشرح المعلومة يعني. طيب. عامة يعني خلينا نتكلم شوية عن حاجة مفيدة يعني. حتى احنا اتكلمنا عن بايثون. وانا بايثون هو المين لانجويج بتاعة الام ال. طبعا في انا برضو ما يمكن ما ذكرتش قوي، بس في لانجويج تانية زي ار موجودة. وفي برضو حاجات جديدة بتنزل، بس يعني مش يعني ستيل ما عندهاش بيسس قوي، زي مثلا حاجة اسمها موجو. و I think موجو هو اشهر واحد يعني، عشان ده حتى ليه زي يعني ليه زي ميت اب او مش عارف حاجه زي كده يعني، عاملين ليله كده وضجه يعني. فموجو هو من الحاجات اللي زي دي. بس جنرالي صراحه يعني نصيحه للناس اللي هي لسه داخله في المجال، ما تخشوش في اللغات دي قوي، عشان نادرا ما اللغات دي فعلا بتجين enough traction او enough support ان هي يعني تنافس بايثون او ار او اي حاجه من الحاجات دي. الموضوع بيبقى صعب قوي صراحه يعني. عشان بطبيعة ان وبرضه بايثون يعني هو اقوى واحد ليه، عشان بايثون عامة اللانجوج عندها كوميونيتي رهيب يعني. حتى among اللانجوجز كلها among سي وسي بلس بلس والحاجات دي، بايثون من اقوى الحاجات اللي في بايثون ان هو ليه كوميونيتي قوي جدا. والكوميونيتي ده بيديله لايبريز كتيرة جدا، واللايبريز دي بتساعده ان هو يكستند لفيلد كتيرة جدا. يعني بايثون دلوقتي ممكن تستخدمه في ويب ديفلوبمنت، ممكن تستخدمه في اوتوميشن، ممكن تستخدمه في ماشين ليرنينج، ممكن تستخدمه في داتا ساينس، ممكن تستخدمه في فيجواليزيشن، ممكن يعني
الاستخدام بتاعته يعني كتيرة جدا، بطبيعة ان هو بايثون في كل مجال من دول ليه libraries قوية جدا. فهو ده اللي بيديله الباور يعني. فمن اللايبرز دي اللي احنا هنتكلم عليها بشكل بريف شوية النهاردة يعني، هي NumPy. وطبعا دي حاجة في بايثون يعني، اللي هو num او حاجة وبعد كده باي في الاخر، عشان الاكستنشن بتاع البايثون سكريبتس هو دوت باي زي ما قلنا اخر مرة يعني. ف NumPy طبعا numeric بايثون يعني، هو ده الاختصار. في بانداز. ليه اسمه بانداز صراحة معرفش يعني، دي نقطة انا مش عارف ده ايه الهيستوري اللي وراها يعني. عشان بانداس تحسسك ان هو مثلا حاجه بتتكلم عن الانيمالز او الاندينجرد انيمالز مثلا. بس لا، هو بانداس ده حاجه جواها حاجه اسمها داتا فريم. داتا فريم ده هو اللي احنا بنتعامل بيه عشان يعني هولد الداتا، يعني زي كونتينر لداتا يعني. وفي برضو اللايبرز بتاعت الفيجواليزيشن اللي انا هديلها لون مختلف شويه، اللي هي ماتبلوتلib، وهو ده الاسينشال بتاعهم كلهم. وسيبورن برضو حاجة مشهورة. طبعا هو visualization يعني، انا اللايبرز دي هي اللي الناس بتستخدمها في visualizations في بايثون، لكن الداتا visualization لو عايز تتعمل فعلا كويس وفعلا بمستوى عالي جدا يعني، اللي هو فعلا مميز يعني، ما بنستخدمش بايثون اصلا. يوجي بنستخدم حاجات زي مثلا في libraries زي مثلا d3.js، دي جافا سكريبت. في environments احسن من كده، حاجه مثلا زي الobservable نوتبوك. ودي حاجات عامه انا هتكلم عنها عشان اكشلي لسه مكتشف الحاجات دي قريب، وشفت اللي هي تقدر تعمله، وصراحه يعني completely demolish اي حاجه تانية، حاجه ممكن تعملها في بايثون عامه. وعامه في برضو extensions في بايثون بتساعد برضو في البلوتنج، لكن هي ما اظنش ان هي ليها يعني، هي مش يعني هي مش main plotting library، لكن هي supporting library يعني. حاجه مثلا زي plotly مثلا، دي حاجة ظهرت اليومين دول وهي مفيدة يعني. فاحنا الفيديو ده او عامة اللي هتكلم على دول بالترتيب، وهدي بس زي مين ايديا حوالين يستفادوا ونستخدمه ليه، وليه هو مفيد عامة يعني. جدعان القعدة دي مش مناسبة خالص. شوف بضحى عشانكوا ازاي، احترموا بقى يعني، احترموا. آه. بجد مش قاعدة مش مريحة تماما يعني. طيب نتكلم عن نمباي الأول. قلنا نمباي ده هو numerical بايثون. ايه هدفه؟ ان هو معمول عشان يفاسيليتيت ويسهل معظم النيوميريك اوبريشنز اللي في بايثون. و يعني هو ده الانترودكشن البسيط اللي اقدر اديه يعني. هو عامة مبني كله على فكرة ان هو بيكريت حاجة اسمها النمباي array، او برضو بيسموها nd array. ده برضو حاجة شفتها يعني بتتقال ساعات يعني. فا النمباي array هو عامة احنا كنا بنتكلم عن بايثون، كنا بنتكلم عن حاجة اسمها list، لو فاكرين ان هي كانت سكوير براكتس تحط جواها elements، وهي التايب ممكن يختلف من جوه. الاري ده الترم بتاع الليست في لغات تانية يعني، مثلا في سي بلس بلس مفيش حاجه اسمها ليست، في حاجه اسمها اري. فالمين ديفرنس ما بين الاري والليست، واللي يعني مين اللي المفروض تبقوا عارفينه يعني، هو ان هو ان الاري جواه تايب واحد بس. يعني ما ينفعش اعمل اري واحط جواه string وانتجر، لازم الاري يكون كله of the same type. جميل. طيب فايه هو المميز في النمباي اري؟ اما في النمباي بيقدم 3 main advantages يعني عن طريق النمباي اريز دي. هو رقم واحد بيقدم speed، رقم اتنين بيقدم support for multi dimensional data، ورقم تلاتة ان هو بيقدم يعني جواه support لفانكشنز كتير جدا مهمة ومفيدة في معظم المجالات اللي انت هتحتاج فيها some sort of numerical operations زي ايه يعني، مثلا زي الماتريكس مالتيبليكيشن، زي الدوت برودكت، الكروس برودكت، حاجات زي الانفرس، حاجات زي ان انت ازاي تمانيبيوليت الشيب بتاع الاري.
يعني هي دي مثلا examples يعني. فهو نمباي بيقدم لك التلات حاجات دول. ليه بيقدم لك سبيد؟ خلينا نجو ثرو كده سريعا. ليه بيقدم لك سبيد؟ عشان نمباي بي هو بايثون، لكن هو under the hood، يعني هو underlying بيستخدم لغة low level، حاجة مثلا زي C أو C++، عشان يخلي ال operations much faster يعني. ليه؟ عشان بايثون عامة بما ان هو interpreted language، فهو لغة بطيئة. يعني لو شفت اي فيديو على اليوتيوب بيقارن لك بايثون ضد سي بلس بلس ضد اسمبلي مثلا، هتلاقي ان فرق الاكسكيوشن بتاع الكود فرق محترم قوي. يعني ممكن اظن يعني مش مهم اسمبلي يعني في المقارنه دي، بس سي بلس بلس مثلا لو عمل حاجه في ثانيه، بايثون ممكن يعملها في 13 ثانيه مثلا فور اكزامبل يعني. في فرق محترم قوي في البرفورمانس. فهو نمباي بيقدم لك ده ان هو زي كانه بيبورت كود من سي او سي بلس بلس يحطه لك في بايثون، عشان يديك يعني قرب. طبعا مش بيرفكت، مش زي السبيد بتاع سي بلس بالظبط يعني، بس قرب السبيد بتاع سي بلس بلس جوه بايثون. ودي حاجه مهمه جدا، عشان في مجال الاي اي والداتا ساينس السبيد بتبقى مشكله كبيره. عشان انت لما تيجي تستخدم داتا سيتس عملاقه فعلا، او مثلا صور او مالتي دايمنشنال داتا، صور ساتلايت ايمجز فيديوز حاجات زي كده، الداتا بتبقى حجمها كبير جدا. فعشان تعمل اوبريشنز على داتا بالحجم ده، السبيد مهم. عشان انت ممكن يوصل معاك بوينت ان السبيد اصلا يمنعك تعمل الاوبريشن اساسا. يعني انا يعني كاكزامبل، يعني انا لو عندي اوبريشن هتاخد آه، شهور عشان ترن، هي تكنيكلي هي ممكن تتعمل، يعني هي هتخلص في شهور، بس هي لو هي الرينج بتاع الاكسكيوشن بتاعها في رينج شهور، خلاص هي تعتبر unusable الى حد ما. فدي الفكره يعني. فده ليه هو السبيد مهم جدا. رقم اتنين، سبورت مالتي دايمنشنال داتا. النمباي اري دي هي، انا قلت ان هي شبه الليست، بس ان رياليتي هي شبه الميتريكس بتاعه الماث يعني. ان هي ليها عدد dimensions. يعني انا ممكن اعمل for example، يعني خلينا ننزل تحت شوية. في كونتينر جواه one element، ده لو هنكتب الشيب بتاعه هو one by one. في ال one dimensional array اللي هو مثلا حاجة شبه كده 1 2 3 4. هنا مثلا واحد، ده مثلا one times حاجة. جميل. two dimensional انت يبقى عندك columns و rows، مثلا 1 2 3 4 5 6، فده كده بقى عندك 2 في 3 مثلا، فكده بقى 2 dimensional. ممكن 3 dimensional تبدأ بقى، طبعا يعني مش عارف اكتبه قوي، بس كأنك عندك زي كيوب. جميل. فعندك داتا في كل سلايس من الكيوب ده. يعني تخيل الماتريكس الموجودة هنا دي يعني ستاكت فوق بعضيها. فانت دلوقتي هيبقى عندك 2 في 3 في 5 مثلا، كده يبقى عندك 3 dimensions 4 dimensions 5 dimensions هكذا. ويوجولي اكشلي في مجال الماشين ليرنينج والداتا ساينس عامة، ان انت يبقى عندك مالتي دايمنشن دي حاجة كومن جدا، خصوصا لما تكون بتعمل مثلا مع صور مع اوديو مع اي حاجة غير التابولار داتا العادية. يوجولي هتبقى مالتي دايمنشنال، عشان الصور اصلا في الاخر هي 3 dimensional. ليه؟ عشان الصور هي height في width في channels. ولو الصورة طبعا هي لو الصورة جري سكيل، يعني هي اصلا ابيض واسود، فالشانلز تعتبر واحد، فممكن تعتبرها اتش في دبليو على طول يعني، عشان الون لا يعتبر دايمنشن. انما لو هي مثلا ار جي بي عندك 3 شانلز، لو هي ساتلايت ايمج عندك 19 شانل، لو هي مثلا فيديو هيبقى عندك 3 شانلز مضروبة في التايم اللي هو الطول بتاع الفيديو. فدي جاست كلها شوية اكزامبلز على فكرة المالتي دايمنشن داتا، وليه هي كومن ومهمة، ولازم يبقى عندنا طريقة نعرف نتعامل بيها. فالنمباي اري جواه اكستريم فلكسبيليتي في الشيب، ممكن تعمل اي شيب انت عايزه بالنمباي اري، وبيديك حاجات اوبريشنز تساعدك ان انت تتحكم في الشيب ده. حاجات مثلا زي او ازاي تعمل اوبريشنز عليه، حاجات زي السلايسنج البرودكاستنج الاوبريتورز عامه، وكذا حاجه يعني. وبس. وطبعا يعني نمباي برضو من احد الحاجات اللي حلوه قوي فيه ان هو very compatible مع libraries كتيره في الماشين ليرنينج او الاي اي عامه. libraries مثلا زي باي تورش او تنسر فلو.
اللايبرز دي ممكن تكونوش سمعتوا عنها، يعني لو شخص لسه داخل فاهم في المجال مش هيكون سمع عنها. بس هي اللايبرري دي من اقوى، او دول يعتبروا اكبر اتنين لايبرريز في الماشين ليرنينج او الاي اي في بايثون حاليا، والاتنين يعتبروا بيتنافسوا شويه يعني. طبعا انا اظن دي كانت معموله من جوجل، لو غلط بصححها في الفيديو يعني. اظن دي من جوجل ودي من فيسبوك، باين حاجه شبه كده يعني. بس هما جايين يعني من شركات كبيره، فالسبورتنج تيم بتاعهم كبير يعني. بس بايتورش دلوقتي بقى I think I would say يعني بايتورش صراحة تعدى تنسر فلو وبقى أحسن منه بكتير، خصوصا مع بايتورش 2.0 مع كل الادفانتس اللي هم عملوها. هما بايتورش صراحة سبق تنسر فلو. يعني تنسر فلو زمان كان الناس بتقول تنسر فلو مثلا حلو في ابلكيشنز وبايتورش حلو في ابلكيشنز تانية. دلوقتي صراحة بايتورش بقى اولموست بيسبورت كل حاجة وبقى كويس في كل حاجة، فبقى صعب صراحة تعمل ارجيومنت تنسر فلو يعني. خصوصا يعني زمان كان الناس تقول لك كاكزامبل، يعني زمان كانت بتقول لك مثلا ان باي تورش احسن في الريسيرش في الاكاديميكس في الحاجات اللي هو هنعمل اكسبيرمنتس كتير وحاجات زي كده. تنسر فلو صراحه مع الوقت بقى يعني سوري، وتنسر فلو كان احسن في الحاجات التانية. بس دلوقتي صراحه بايتور يعني تنسر يعني بايتورش بقى يقدر يعمل ابلكيشنز عاديه برضه ممكن تستخدمه في البرودكشن مش في الريسيرش بس. ويعني هو sort of jack of all trades، يعني هو بيعمل كل حاجه انت محتاج تعملها حرفيا. فده احد الادفانتجز بتاعته يعني. أم... طيب جميل. واخر حاجه قلناها هي كانت فكره الفانكشنز. زي ما قلت قبل كده برضو، يعني دي برضو examples لفانكشنز، يعني السلايسنج البرودكاستنج الاوبريشنز. زي ما قلت كروس برودكت دوت برودكت كل الحاجات دي، كل دي اوبريشنز نمباي بيقدمها جوه اللايبرري نفسها عشان تعرف تستخدمها اوت اوف ذا بوكس من غير ما تضطر تعمل لها ديفاين. ودي حاجه مفيده جدا وبتوفر عليك وقت كتير عشان الحاجات دي عشان تعملها اوتوماتيكلي تاخد وقت. بلس هو برضو بيقدم لك كونسبت، ودي نقطة مهمة جدا أتمنى الناس تركز في اللي هقوله دلوقتي عشان دي نقطة فعلا بتفرق الناس اللي فاهمة من الناس اللي مش فاهمة يعني. في جزء اللي هو حاجة تبع الباراليل كومبيوتينج شوية بنسميه الفيكتورايزيشن. يعني فور اكزامبل حاجة كده اوف ذا توب اوف ماي هيد، لو تيجي تعمل لو تضرب اتنين ماتريسيز في بعض، فانت عندك A B C D I J K W اي حاجة. عشان تضرب اتنين ماتريسيز في بعض زي ما قلنا يعني بتاخد رو ضربه في كولوم، يعني تاخد رو في كولوم رو في كولوم وهكذا يعني. فهي الاوبريشن دي لو خدت بالكم في very important feature او علامة مهمة جدا في الاوبريشن دي، ان هي بنسميها parallelizable. يعني ايه parallelizable؟ يعني انا مش عارف ليه بكتبها، ما انا قلتها اوريدي يعني. parallelizable معناه ان هو كل اوبريشن من دول تعتبر independent، يعني A في B مضروبة في I K ملهاش اي تأثير وملهاش اي علاقة على A B مضروبة في J W. فانا لو عملت دي في نفس الوقت انا بعمل دي مش خسران حاجة، يعني مفيش واحدة بتأثر في التانية او مفيش واحدة لازم تخلص عشان التانية تبدأ. فده بنسميه ان هي parallelizable operation. فالفيكتورايزيشن ده في نمباي هو بيسمح لك ان انت لما تيجي تعمل اوبريشن مالتيبليكيشن، لما تيجي تقول له نمباي عايز اضرب ده في ده، هو اوتوماتيكلي بيباراليز الموضوع. يعني بدل ما يضرب واحد اتنين تلاتة اربعة، هو بيضرب كل اوبريشن في كور لوحده. فيعني بيخلص الاوبريشن في وقت يعني قياسي مقارنة ان انت تعملها اوتوماتيكلي مثلا او ان انت تعملها بلوب. ودي حاجة غالبا هقارنها لكم بكود يعني، بس ممكن مش هعرف اعملها دلوقتي يعني. بس يو جيت ذا ايديا. يعني انا لو عملت لوب عشان اضرب اي بي في اي كي وبعد كده اي بي في جي دبليو وبعد كده سي دي في اي كي وبعد كده سي دي في جي دبليو، ده هياخد مثلا انا كده شرحت تقريبا 4 ستيبس. نمباي يعملها في ستيب واحدة بس. فانت يعني باي ديفولت انت على الاقل وفرت يعني 3/4 الوقت على الاقل يعني. بس هو actually even better من كده يعني. مش هو مش بس بيباراليز الاوبريشنز، بس هو برضو كمان بيوبتمايز الاوبريشن نفسها. يعني المالتيبليكيشن بتاع اي بي في اي كي اوريدي بيحصل اسرع من لو انت عملته اوتوماتيكلي في بايثون كود عادي يعني. فهي دي القوه بتاعت نمباي. طيب ايه تاني موجود عندنا؟ عندنا بانداز. بانداز هو بيسكلي اشهر حاجه في بانداز هو كونسبت الداتا فريم. الداتا فريم هو يعني ممكن تعتبره زي شيت اكسل جوه بايثون، بمعنى ان هو يعني بيكون تعرف تحط داتا جوه كونتينر، والكونتينر ده تعرف
تشوفه وتعرف تعمل اوبريشنز بشكل سهل. يعني على العكس مثلا يعني نمباي مثلا ممكن تكنيكال تلود داتا في نمباي، بس ده مش efficient قوي عشان انت هتلودها في شكل array، يعني تبقى شويه ارقام او حاجه زي كده يعني. انما بانداس بيسمح لك مثلا let's say انت عندك شيت اكسل جواه مثلا كولوم نوميريك وكولوم ارقام سوري وكولوم سترينجز وكولوم بوليانز ومش عارف ايه. بانداس يساعدك في حاجه زي كده عشان انت عندك فانكشنز مثلا زي يعني read underscore csv مثلا، بتدخل لها الباث بتاع السي اس في بتاعك، يرجع لك داتا فريم. الداتا فريم ده عباره عن ايه؟ كان نفسي اوريكم صراحه بس الوضع صعب شويه. ممكن ابقى احط سنيبتس كود ولا حاجه دلوقتي تشوفوها يعني. بس تخيل انت كانك خدت شيت الاكسل اللي عندك ده ونقلت جوه بايثون. فدلوقتي ممكن لما تيجي تعمل مثلا لو ده دي اف، يعني هنعمل فاريبل اسمه دي اف نحط جواه الداتا فريم ده. لو عملت حاجه زي اسمها دي اف دوت هيد مثلا عشان يوريك اول 5 روز، هتلاقي ان هو حرفيا شكله في بايثون عامل زي الاكسل. يعني هو عباره عن كولومز وروز، والكولومز ليها نيمز، وفي اندكس على الشمال، وممكن تلعب في الاندكس، ممكن تسورت الفاليوز، ممكن تعمل descriptive statistics تعرف المين والمود والكوارتايلز والحاجات دي كلها. ممكن تعرف الداتا تايب بتاع كل كولوم. الكولوم ده مثلا جواه ارقام، انت طب الارقام دي انتجر ولا فلوت؟ هل هو string؟ طب لو string ممكن نحوله في date time. يعني لو انت عندك مثلا كولوم جواه dates، تعرف تحول الديت تايم اوبجكت، فده يبقى اسهلك قوي اسهلك. يعني الموضوع مش اللي هو فرق بسيط. انت عشان تتعامل مع ديت تايمز بشكل طبيعي، هو شبه يعني هو محدش بيعمل كده عشان هو رخم جدا 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 يعني. فيوجي الناس بتستخدم داتا فريم وتحول الكولوم ده لديت تايم كولوم. لو حولت ديت تايم كولوم، بانداس بيسمح لك بشويه اوبريشنز مش هتعرف تعملها من غير الحاجه دي. منها مثلا انت تعرف تعمل له سورتنج، فهو البانداس يعرف يحدد لك الديتس والاوقات والتواريخ، يعمل لك سورتنج. يعني هو ده المين يوس يعني، حاجات زي كده. ممكن برضو تعمل يعني تشوف لو في missing values، يقول لك في كام missing value في كل column، وتعرف تطلع missing values دي فين، وتعرف تشيلهم، تعرف تعمل لهم replacement زي ما انت عايز. آم، وممكن برضو تريبليس الميسنج فاليوز دي مثلا بالافريج فاليو. يعني عندك اوبشنز كتيره جدا في الحاجات دي. برضو ممكن نعمل بحاجه مثلا زي الوان هوت انكودنج. الوان هوت انكودنج ده اللي هو فكرته ان انا لو انا عندي categorical feature، يعني عندي مثلا احد الكولومز بتاعتي هي مثلا لون مثلا. آم، فاللون ده مثلا جوه الكولوم، هو لو كان روز تحت بعض عندك ريد، يلو، بلو، وكده ريد تاني مثلا، يعني الوان يعني. فطبعا ما ينفعش يوجولي في مودلز كتيره ما ينفعش تدخلها سترينج، هو ما بيعرفش يتعامل معاها يعني. لازم تحول الحاجات دي لارقام. فهو الوان هوت انكودنج بشكل مبسط يعني، مش هطول فيه قوي بس هحاول اوضحه. ان انت لو انت مثلا عندك لو انت عندك 5 colors مثلا، هتروح عامل فيكتور جوه 5 اصفار، وبعد كده تبدل كل لون بالفيكتور ده، بس تبدل واحد من الالوان. يعني مثلا بتبدل واحد من الروز قصدي سوري. فليتس مثلا الريد احنا هنعلم عليه ان هو 1 0 0 0 0، والبلو هو 0 1 0 0 0، والابيض مثلا هو 0 0 1 0، يعني على طول في 1 1. فانت كده بعد كده ممكن تبدل بقى كل الكولوم في كل رو من دول بالفيكتور بتاعه، ففي الاخر يطلع لك شويه فيكتورز فيها ارقام فتعرف. وطبعا كل فيكتور ده تعرف ترجعه تاني عشان تعرف مثلا ان الواحد في اول رو بيعبر عن الريد، والواحد في تاني رو بيعبر عن البلو، فتعرف ترجعه تاني لو انت قصت يعني. فدي حاجه في بانداس ممكن تعملها بسهوله جدا عن طريق مثلا فانكشن زي مثلا حاجه اسمها get dummies، ودي هنستخدمها يعني هبقى اوريها لكم يعني. فدي مثلا فانكشن مفيده جدا يعني. فدي كلها examples ليوسز لبانداس. فهو mainly لو خدت بالكم من examples انا اديتها هي كلها data loading و data cleaning و data يعني بنسميه data wrangling. الحاجات دي كلها بانداس هو الجو تو بتاعنا في الحاجات اللي زي كده. نمباي مفيد في يعني برضو في الحاجات دي بس لحد ما في لو ليفل شويه. يعني لو عايزين نعمل abstract operations زي مثلا في كام missing value نشيل ال missing value، نشيل ال duplicate values، عايزين نعمل وان هوت انكودنج بشكل هاي ليفل يعني على كل كولومز من غير ما نحدد عايزين اني كولوم بالظبط يتحول واني كولوم ما يتحولش. بانداس يعمل الحاجات دي. عايزين بقى نعمل اوبريشنز جوه الكولوم نفسه، اللي هو مثلا الاري ده مثلا عايز اعمل عليه
يعني عايز اعمل عليه دي كودينج مثلا او انكودينج في حاجه معينه، او عايز اعمل اضرب الارقام دي مثلا في اوبريشن معينه او حاجه زي كده، يوجي بنعملها بنمباي الاول وبعد كده ندخلها في الداتا فريم تاني. فهو بانداس بيدينا الشل اللي نعرف نعمل بيها اي حاجه ليها علاقه بالداتا عامه يعني. معلش اضطريت اغير الوضعيه شويه عشان صراحه انا رجلي بتموت يعني. ف اعذروني يعني، بحاول استي سيريس as possible، بس فعلا العمليه هنا صعبه يعني. أم... طيب كده كنا بنتكلم عن بانداز، واظن كده مفيش حاجه تانية تتقال عن باندا الصراحه، ناقص بس اوريكم يعني سنيبتس من الكود، وهشوف لو عارف اعمل الحوار ده النهارده يعني. أم... ايه تاني؟ قلنا بقى الحاجات بتاعه الجرافس اللي هي ماتبلوتلib وسيبورن. ليه بس نبقى واضحين هنا، في نقطة مهمة بحس ناس كتير ما بتاخدش بالها منها يعني. ماتبلوتلib هو الأساس، يعني أي جراف هتعمله في بايثون، أو يعني شبه أي جراف هتعمله في بايثون يعني، ما شفتش ولا اكسبشنز لحد دلوقتي يعني، بيتعمل في ماتبلوتلib. اه باي ذا واي، لما نكتب بي دي، هو احنا لما نيجي نimport اللايبرز دي في ستاندرد كده احنا متعودين عليه، هوريه لكم دلوقتي يعني. ان احنا يوجد مثلا لما نيجي بنimport numpy as np. انا ممكن اكون عملت سكيب الحته دي في بايثون يعني، بس انت لو عايز تاخد لايبرري من حاجات بايثون وتستخدمها، بتستخدم الكيورد بتاع import ده reserved keyword زي def او print او مش عارف حاجه زي كده، كل الحاجات دي reserved يعني. واز دي عشان تغير اسمها، يعني بدل ما اكتب pandas دوت get dummies بنختصرها في بي دي، يعني بنختصر pandas في بي دي، ونمباي في ان بي، وماتبلوتلib بنختصرها في بي ال تي، وسيبورن بنختصرها في اس ان اس او اس بي، يعني مش تفرق كتير يعني. ف رجوعا للنقطة الأساسية اللي أنا كنت بتكلم فيها يعني، matplotlib هو في الآخر هو كل بلوت بتعمله هو في الآخر some sort of matplotlib code underneath. يعني أنت لو عملت جرافيك بسيبورن، لو جيت بصيت الفانكشن بتاع، يعني مثلا أنت لو عملت مثلا اس ان اس اللي هو سيبورن دوت بوكس بلوت مثلا، ورنيت الفانكشن دي على كود معين وديتا معينه هتحطها هنا، يعني يعني في داتا بتحط هنا يعني وارجيومنتس كده، بس انا مش هحطها يعني. لو جيت بصيت على الفانكشن دي في الكود بتاع الاس ان اس، يعني فتحت اللايبرري نفسها ودخلت في الكود ورحت شفت الفانكشن دي بتعمل ايه، هتلاقي ان هي underlying هي جاست بتعمل حاجات في matplotlib في الاخر. ف يعني دي بس نقطة أنا بحس ناس كتير مش عارفاها، وهي فعلا نقطة مهمة، عشان لما تفهم النقطة دي تعرف إن أنت لو مثلا عملت جرافيك ببوكس بلوت زي اس ان اس أو حاجة زي كده، ممكن تعمل عليها adjustments أو تعمل تعديلات، أو ممكن ترن عليها كود تاني بماتبلوتلib عادي، عشان technically دي كانت ماتبلوتلib أصلا من الأساس. فأي حاجة تعملها في ماتبلوتلib هتأثر عليها، يعني مثلا في function ماتبلوتلib مثلا plt dot figure عشان تكريت نيو فيجر، ومكان ممكن تحدد مثلا الفيج سايز اللي هو حجم الصورة مثلا، دي حاجة ممكن تحددها. فانا لو عملت رن لدي عملت رن لدي، البوكس بلوت ده رغم ان هو بيستخدم سيبورن مش بيستخدم ماتوتلib، هيطلع على الفيجر بتاع ماتوتلib، عشان بس دي نقطة مهمة. فهو ماتوتلib هو الاساس بتاع اي دروينج او اي فيجر تعمله. طبعا يعني بنستخدم سب لايبرري ماتوتلib، يعني ماتوتلib جواه حاجات كتير. احنا يوجي لما نيجي نرسم بنستخدم حاجة منها اسمها باي بلوت، فهي ماتبلوتلib دوت باي بلوت عشان ده اللي احنا بنستخدمه يعني. ده الاختصار بتاعها بي ال تي، عشان بي ال تي يعني عشان دي المين لاب اللي بنستخدمها. فبنعمل import matplotlib دوت باي بلوت as plt، ده اللي احنا يوجي بنعمله يعني. بنرسم بيها ايه؟ بنرسم بيها اي حاجة يعني، انت ممكن ترسم بيها، طبعا هي زي ما قلنا بما ان دي الاساس فهي كرود شوية، يعني انت لو رسمت حاجة بدي هيبقى شكلها معفن شوية. لسه انت قعدت وقت كتير بقى عشان تقعد
تظبط التكنيكاليتيز والشكل والسايز والجريد والالوان ومش عارف ايه. بس زي ما قلنا يعني لو انت عايز تعمل ده، هي الكود بتاع سيبورن مثلا او البوكس كود بتاع سيبورن هو حرفيا هو اللي انت هتعمله. يعني هو البوكس كود زي ما قلت لكم يعني هو عباره عن كود ماتوتليب. فتلاقي مثلا ان هو بيعمل في الاخر دوت بلوت مثلا اللي انت هتعملها في ماتوتليب عادي زي ما انت تعملها هنا نفس الحاجه، بس حواليها هو اوريدي كاتب لك مثلا الجريد والكولرز والليجند وكل حاجه هو كاتبها اوريدي. فهو جست هدف اللايبرز دي ان هي جست بتوفر عليك وقت، ان هي بتختصر لك كل الكود الزياده اللي بتكتبه عشان تخلي البلوت شكله نظيف يعني. هو ده الجنرال ايديا بتاعتها يعني عامه. طيب أم طبعا في كلام كتير المفروض يتقال في داتا فيجواليزيشن. يعني فكرة بقى ايه الجرافس تستخدمها امتى، وكل جراف ايه إيه المميزات بتاعته وايه نقطة الضعف بتاعته، وازاي اصلا تفهم الانسان ازاي بي understand الحاجة اللي هو بيشوفها، وازاي تعرف امتى جراف يبقى جواه too much information وامتى too little information، وازاي تعرف تفيد a lot of information في جراف واحد. الحاجات دي كلها هيبقى ليها separate videos، ويعني هيبقى الكونتنت بتاعها مبني بقى على actual like كتب في الداتا فيجواليزيشن يعني. فهو يعني الداتا فيجواليزيشن ده مجال كبير كبير قوي يعني. أنا مش بس قلت لكم الكلمتين بتوع، انا اصلا مش شرحتش اي كود لحد دلوقتي يعني. يعني وما شرحتش ايه البلوتس الموجوده، مش شرحتش اي حاجه، بس بديكوا جنرال ايديا اللايبريز دي بنستخدمها في البلوتنج، وهم دول المين بتوع بايثون مثلا، وبلوتلي مثلا كسبورتنج. بس زي ما قلت لكم يعني ان انت اصلا يعني الفيجواليزيشن مش الكود. يعني صراحه الكود لحد ما هي حرفه شويه يعني، ممكن ت- تحفظها وتمشي امورك في الكود. بس لو انت مش فاهم ازاي تكريت او تختار الجراف الصح والالوان الصح والسايز الصح والرينج الصح والداتا الصح مع الداتا الصح قصدي، ده اللي هيبوظ لك الدنيا يعني. هو ده اصلا الاساس بتاع الداتا فيجواليزيشن اساسا يعني. ف في الفيديوز اللي جايه انا غالبا هجو ثرو نمباي واللايبرز دي a bit more in depth. هديكوا اكزامبلز عليها بالكود ونشوف يعني ال different cases وازاي بنستخدمها وكده يعني. وبرضه يبقى في شويه case studies data analysis. يعني يعتبر صراحه هبقى بصريح معاكم يعني، انت لو اتعلمت الماث لو اتعلمت الماث وتعلمت البايثون ونمباي وباندز وماتلاب وسيبورن وتعلمت ازاي تعمل فيجواليزيشن كويس، انت تعتبر معاك كل اللي انت محتاجه عشان تبقى داتا اناليست حرفيا يعني. هو انت مش ناقصك حاجه تقريبا. هيبقى ناقصك بس مثلا شويه حاجات زياده زي اكزامبل تعلم external applications بقى، حاجات زي تابلو وباور باي وحاجات زي كده. وعامة هيبقى في كورس الباور باي برضو هطلعه ان شاء الله يعني، بس ده ممكن ياخد شوية وقت يعني. بس هي ايه تابلو باور باي؟ هي دي ابلكيشنز معمولة specific للفيجواليزيشن بس يعني، هي ده هدفها يعني. حاجة برضو، وفي برضو لايبريز تانية في لغات تانية زي دي 3. ايه ده؟ دي مش بي، معرفش ليك، مش عارف ليك قلت دي بس كتبت بي. عموما يعني فدي 3 مثلا لايبرري مشهورة في جافا سكريبت عشان تعمل بيها فيجواليزيشنز. والحلو في الحاجات التلاتة دول اللي بيميزهم عن بايثون جد خصوصا يعني، هي فكرة ان انت ممكن تعمل بيهم interactive visualization. الانتراكتيف فيجواليزيشنز هي تعتبر يعني ان انت تزود ليفل انتراكتيفيتي في الجراف بتاعك، ان انت تخلي الشخص مثلا ممكن يدوس على حته معينه فيغير شكل الجراف، او يهايلايت حته فتهايلايت في الباقي وحاجات زي كده. ده فعلا بيزود حياه للجراف بتاعك وبيخليه فعلا مميز يعني، يخلي فعلا المعلومه اولا تثبت مع الشخص التاني، وثانيا برضو تبقى يعني تديله قدره ان هو يعرف يطلع much more information من الجراف بتاعك. فالانتراكتيفيتي دي برضو نقطه مهمه جدا يعني. ف عامة I still would promise يعني انت لو خلصت الجزء بتاع الفاندمنتالز الموجود هنا، تعرف تقدم على اي شغلانة داتا اناليست وانت مرتاح صراحة يعني. المعلومات دي هتكفيك كبيجنر. لو عايز تخش كانترنشيب او انترن عامة I would say المعلومات دي كفاية جدا وهتكفيك وهتعرف تشتغل عليها يعني. اللي عايز يخش بقى بعد كده في الماشين ليرنينج اعتبرها زي سيكشنز يعني. فاندمنتالز دي اتعلمت كده ازاي تبقى داتا اناليست. لو عايز بقى تبقى داتا يعني ماشين ليرنينج انجينير ممكن تخش في اللي جاي. بس كله بيفيد في بعض يعني. خلي بالكم معظم الرولز بتاع الداتا اناليست والداتا انجينير والداتا ساينتست وماشين ليرنينج انجينير والحاجات دي كلها في الاخر هي بترجع لاساسيات في الداتا يعني. لو انت مش عارف ازاي تتعامل مع الداتا في نمباي وماتبلوتليب وبانداز وازاي تفيجوالايز وازاي تفهم المين ماث فاندمنتالز وكده، مش يعني هتواجه صعوبة في كل الشغلانات دي
عشان هم كلهم معتمدين على نفس الفاندمنتالز، وده انا حطيتهم كلهم جنب بعض. بس ان رياليتي الفاندمنتالز دي يعني هي بالصدفه يعني، لو اتعلمت الفاندمنتالز دي كويس هتعرف تشتغل داتا اناليست مرتاح صراحه، يعني من غير اي مشاكل يعني. ف فبس يعني كنت عايز اتكلم عن حاجه كمان. ايه الحاجه، انا نسيت. كنت عارف ان انا هنسى، كنت عارف ان انا هنسى. بجد انا نسيت الدرجات دي، مش عارف، حاسس كانت حاجه مهمه. انا مش فاكرها، مش فاكر. أم... عامة it's a very good idea عامة برضه، وانتوا لما تكونوا بتدوروا على شغل معين، حاجة تعملوها في البداية ان انتوا تخشوا على لينكدين مثلا او اي جوب سيرش ويب سايت او كده، وشوفوا الشغلانات دي ايه ال required skills بتاعتها. دي حاجة ممكن تعملوها بسهولة، وانا قلتها لناس كتير بس هما بيكسلوا يعني. لو فتحت مثلا لينكدين وسرشت مثلا ديتا اناليست، شوف بقى انت عايز ريموت، عايز في مصر، عايز اللي انت عايزه يعني، وابدا ابص على بوستنجز مختلفه واشوف ايه الريكوايرد سكيلز، وابدا اشوف انت ايه الحاجات اللي انت يعني اعتبرها زي تشيك ليست، الحاجات اللي انت عارفها والحاجات اللي انت مش عارفها. وفيري ايزلي ده هيسهل ده بجد خطوه مهمه قوي، عشان بتفهمك انت محتاج تبقى عارف ايه ومش محتاج تبقى عارف ايه. انا لما اكون انا شخص قاعد قدامك كده، او يعني نايم قدامك اجاز، ويقول لك محتاج تعرف اكس واي زد عشان تعرف شات اناليست، المفروض ما تصدقنيش كده وخلاص يعني. المفروض تبقى اللي انا بقوله ده بيري انفورس اللي انت اوريدي انت عارفه، يعني المفروض ده الشعور اللي انت يجي لك دلوقتي يعني. فالمفروض انت تبقى عارف فعلا ان انت عشان تتعلم الحاجات دي محتاج اكس واي زد، والحاجات اللي انا قلتها دي هي اكس واي زد، فانت اوريدي تعرف توصل للكونكلوجن ده لوحدك يعني. وعامة الكيس ستاديز اللي موجودة هي very good projects عشان تتعلموا ازاي تتعاملوا مع داتا سيتس مختلفة، وازاي تطلعوا انسايتس فعلا مفيدة و... والكلام ده كله يعني. طيب انا افتكرت كنت عايز اتكلم عن ايه. هي يعني كان في حاجة محتاج اتكلم عليها، ودي دايما احطها في الاول، فخليني انزل تحت كده. طيب في شوية حاجات في الانفيرومنت محتاجين برضه تبقوا عارفينها، عشان هتلاقوها كومن قوي في حاجات في الشغل بتاعكم يعني. حاجات زي اناكوندا، وبرضه يعني ايه جوبيتر نوت بوك. دي حاجات فاندامنتال، وقلت برضو يعني اديكوا عنها نبذة عشان تبقوا فاهمين هي دي بتعمل ايه بالظبط يعني. معلش أنا عمال اغير وضعها كتير بس بجد. الحوار صعب يا جماعة يعني. خليني حتى اوريكوا كده يعني. شايفين ده الباب، وده السرير حرفيا، بس كده.
يعني انا مش عارف احركه، بس دي الحيطة. هو البتاع فعلا كرامبت جدا يعني. بس خير خير خير، كله في سبيل العلم، كله في سبيل العلم. برضه انا مش هطول قوي عن كده برضه، عشان الناس اللي فوقيا ممكن يكونوا كارهيني دلوقتي. الحمد لله طبعا، ما اظنش في حد اللي بيتكلم عربي، فعلى الاقل مش عارفين بتكلم عن ايه، بس هيكرهوني برضه in all cases. ايه هو اناكوندا؟ في بايثون في حاجه اسمها الفيرتشوال انفايرمنت. يعني ايه فيرتشوال انفايرمنت؟ الفيرتشوال انفايرمنت معناه ان انا مثلا لو عايز ارن كود لحاجه معينه، مثلا عايز ارن سكريبت لقيته على النت مثلا، فالسكريبت على النت ده مثلا ممكن يعني يكون جواه مشاكل في الفيرجنز والديبندنسيز. بمعنى ايه؟ let's say مثلا انا البايثون اللي عندي على الجهاز بايثون 3.8 مثلا، وانا لقيت كود على النت لحاجه ما انا عايز استخدمها مثلا، بس هو بايثون 3.10. انا لو رنيت الكود بتاع 3.10 ده على ال 3.8 هيبقى عندي مشاكل. هتلاقي في حاجات 3.10 مش موجوده في 3.8، فيديني ايرورز وهيبدا مش هيشتغل، يعني هيحصل فيه مشاكل يعني. ونفس الكلام برضه بالعكس، لو رنيت كود 3.8 على 3.10 هتلاقي في حاجات بنسميها deprecated، يعني حاجات كانت functions موجوده. يعني مثلا اصل اللايبريز برضه ليها كده، يعني النمباي مثلا جواه versions، يعني جواه let's say مثلا نمباي v1 ونمباي v2 ونمباي v3 مثلا. فنمباي v3 ده بتاع 3.10 مثلا، ونمباي v1 ده بتاع 3.8. فانت ممكن يكون مثلا يعني وانت في الكود بتاعك كنت تستخدم حاجه في نمباي v1، في نمباي v3 هم شالوها او بدلوا. هو طبعا مش بيشيلوها، يعني هم deprecated ما ان هو يعني شالوها وحطوا مكانها حاجه تانية، او ضموها على فانكشن تانية، حاجه زي كده يعني. ده اليوجوال كيس يعني. ف ففي مشاكل في البايثون فيرجن، وفي مشاكل في اللايبرري فيرجن. وده طبعا ده كله على مستوى بايثون بس. في بقى حاجات تانية اللي هو على مستوى الجهاز نفسه. يعني مثلا في لايبرري مثلا معينة في بايثون، let's say مثلا اسمها رابت مثلا. رابت دي معتمدة ان انت يبقى يكون عندك سيرفيس على الجهاز، يعني عندك ابلكيشن على الويندوز بتاعك او الماك او الجهاز بتاعك نفسه، اسمها الرابت ام كيو درايفر مثلا. ودي حقيقة فعلا، انا مش بفتي، هو ده اكزامبل حقيقي يعني. فالدرايفر ده لازم يكون موجود، فدي حاجة مش في بايثون، دي حاجة في الانفايرمنت بتاعت الجهاز نفسه كمان. فانا كنت بيديك الحل لليلة دي، بيقول لك ان انا هتكتب لي فايل اسمه env او اي اسم يعني دوت واي ام ال، ده اسمه يامل فايل. ده فايل اكستنشن، يعني حاجه شبه نوت باد برضو، يعني هي جاست يعني syntax معين عشان تحط فيرجنز بتاعت libraries وحاجات جنب بعض. هتحط لي في اليامل فايل دي، تكتب لي فيه كل الفيرجنز اللي انت عايزها. هتقول لي انت عايز بايثون 3.7 وعايز numpy فيرجن 1.0.13 وعايز فيرجن pandas 1.3، يعني بالتفصيل كل حاجه انت عايزها. وبعد كده باستخدام اناكوندا كل اللي هتعمله ان انت هترن فانكشن من جوه اناكوندا اللي هي مثلا كوندا كرييت، وتديها الفايل ده زي ما انت في بايثون. يعني في حاجه برضه في بايثون اللي هي انت عارفين بيب، يعني المفروض تبقوا عارفين. يعني لو عايزه انستول لايبرري معينه عندي، المفروض تكونوا ذكرت الموضوع ده قبل كده يعني. عشان تنزل لايبرري عندك بتستخدم بيب، بتعمل في الكوماند لاين تكتب بيب انستول وتحط مثلا نمباي مثلا فينزلك نمباي، او تكتب بيب انستول نمباي وتحط اتنين ايكوالز وتحط الفيرجن بتاعك اللي هو 1.03 مثلا فور اكزامبل. في اوبشن في بيب انت تعمل بيب انستول داش ار وتديله فايل اللي هو requirements.txt مثلا. ده فايل عندك مثلا في الفولدر بتاعك. ال requirements.txt ده هيكون جواه كل اللايبرز اللي انت عايزها بالفيرجنز بتاعتها. فهو بيب هيجيب لك، هيجيب الليسته دي وينزلهم لك كلهم واحد ورا التاني. فهو كنا نفس الفكره، هتديله فايل برضه جواه كل الفيرجنز بتاعت بايثون والدرايفرز والابلكيشنز وكل حاجه انت محتاجها على الجهاز ده او في الانفايرمنت دي. وهو بيكريت لك environment دي كانها زي separated يعني فيرجن من الكود عندك. يعني اللي هو مثلا تخيلوا زي لو عارفين يعني فيرتشوال ماشين، اللي هو مثلا يعني هو زي بوكس، يعني بيكريت بوكس كده على الجهاز بتاعك. البوكس ده جواه اللايبرري والفيرجنز والحاجات دي كلها. انت ممكن تخش جوه البوكس وترن اللي انت عايزه جوه وبعد كده تطلع تاني. فانت كده كانك بتايسوليت البروجكت بتاعك او الحاجه بتاعتك عن كل البروجكتس التانيه اللي عندك. عشان ممكن يكون عندك بروجكت مثلا محتاج بايثون 3.10، وبروجكت تاني محتاج 3.8، وبروجكت تاني محتاج 3.9، وفي مشاكل في اللايبرز، في مشاكل مش ليله سودا كده. وبجد يعني اللي هيخش فيكم فيها هيعرف قد ايه هي فعلا يعني
كابوس عشان تتعامل معاها يعني. فهو انا كنت بيسالك الموضوع، بيقول لك كل بروجكت اعمل له انفايرمنت والفيرجن اللي انت عايزه فيه، واعمل اللي انت عايزه جواه. لو عكيت في انفايرمنت معينه، في environment بتاع بروجكت معين، مش هيأثر في الانفايرمنتس التانية، فانت on the safe side. على عكس مثلا لو انت كل حاجة عندك على اللاب بتاعك على one من غير اي environments يعني، اللي هو بنسميه البيس environment، اللي هو الديفولت اللي هو على الجهاز يعني. لو انت عكيت في حاجة في بروجكت هيبوظ كل البروجكتس التانية. ده اصلا اللي عرفت اصلا تمنتهم كلهم في نفس الوقت اصلا يعني. انا كنت هو اللي بينقذنا في الحتة دي يعني. وفي فيرجن من اناكوندا، في فيرجن من اناكوندا اسمه ميني كوندا. وميني كوندا وجوست عبارة عن اناكوندا بس يعني اصغر في الحجم شوية، عشان بيلوز شوية من الفيتشرز بتاعته. اناكوندا مثلا فور اكزامبل بيديك environment كده اوت اوف ذا بوكس، جواها نمباي وبانداز بيديك الحاجات الاساسيات اللي انت كده كده هتستخدمها في اي بروجكت هتشتغل بيه. ميني كوندا يعني جاست بيديك الابيليتي انت تكريت environments والحاجات دي، من غير ما يديك الديفولتس والاكسترا بريفرنسز والاكسترا بونسز بتاعت اناكوندا اللي هو حجمه اكبر يعني. ف ده هو اناكوندا. ايه هو جوبيتر نوت بوك؟ زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، أم، تعالى كده شويه. زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، لو فاكرين كنت شرحت لكم حوار السكريبت. قلنا ان احنا مثلا بنعمل فايل مثلا اسمه main.py، ونكتب جواه شويه بايثون كود، وبعد كده بنرن الفايل ده فيرن الكود ده كله. اللي انا شرحته ده هو ده كده سكريبت، بنسميه سكريبت. ايه هو الجوبيتر نوت بوك؟ بيقول لك طب حلو، شايف البلوك اللي انا رسمته ده؟ هنقسمه، هنقول لك انا عندي بلوك هنا وبلوك هنا وبلوك هنا، وممكن ترن كل واحد لوحده. يعني انت جوه نفس الفايل ممكن ترن بنسميها سيلز، ممكن ترن السيل دي وبعد كده السيل دي وبعد كده السيل دي، وانت مش مربوط باوردر ومش مربوط ب... مش مربوط بحاجه ريل يعني. ممكن ارن غير، ممكن ارن دي الاول وبعد كده دي وبعد كده دي اللي انا عايزه. وممكن تعدل في سيلز براحتك. ايه البينفيت بتاع ده؟ في مالتيبل بنفيتس. اول بنفيت ان انت غالبا في كيسز الداتا اناليسيس او الماشين ليرنينج او عامه، انت عندك مثلا ده كود بتاع بري بروسيسنج مثلا. اولا التنظيم، ان انا ممكن انا عندي كود بري بروسيسنج وكود مثلا داتا لودنج وكود مثلا الموديلنج نفسه بتاع الموديل وكود بيسيف تشيك بوينت وحاجات زي كده. ممكن تقسمهم سيلز، فده هيبقى اسهل لك ان انت تكود عشان تعرف ان السيل دي بتاعت كده والسيل دي بتاعت كده والسيل دي بتاعت كذا. الاورجنايزيشن. ثانيا عندك كونسبت المارك داون. ايه المارك داون؟ السيلز دي ليها تو تايبس، في كود سيلز وفي مارك داون سيلز. المارك داون ده ممكن تعتبره حاجه زي الليتكس لو حد فيكم استخدمه يعني. او لما فيكم ما استخدمش ليتكس، هو عباره عن جاست تكست. يعني ممكن تكتب تكست بفانسي فورمات. يعني مثلا لو عايز اعمل عنوان، عايز اخلي حاجه، عايز اعمل تكست كبير وبولد وكده، بتعمل مثلا 2 هاشتاج مثلا، وبعد كده تاخد مسافه وتكتب مثلا تايتل. فبعد كده لما تيجي ترن السيل دي، يعني هي سيل فانت بترنها برضه زي ما انت بترن الكود سيلز. لما تيجي ترن السيل دي هيرندر الكود ده، فهيطلع لك تايتل كبيره كده بشكل عنوان يعني. فال2 هاشتاجز دول ده مارك داون سينتاكس. فهو يعتبره هو زي كودنج لانجوج يعني، بس كودنج لانجوج عشان تطلع تكست في الاخر يعني. ف في المارك داون برضو ادفانتج كبير. ثالثا يعني نسميه ايه، مش عارف صراحة اكتبها ازاي، بس لو فكرة الايس اوف ease of uh, iteration، ممكن نقول كده يعني. يعني ايه الايز اوف iteration؟ انا مثلا عملت بري بروسيسنج معين، وبعد كده عملت رن للموديل، وبعد كده الموديل اداني ريزلتس معينه. انا عايز اجرب بري بروسيسنج تاني مثلا، ممكن اعمل سيل، يعني ممكن اكريت نيو سيل هنا، يعني ممكن كده سيلز في النص عادي انت حر يعني، وتكتب بري بروسيسنج تاني اللي هو مثلا بري 2 مثلا، بعد كده ترن السيل دي، كده ترن اللي تحتها. فانت سيل الموديلنج هي ثابته، بس انت مثلا عندك كذا سيل بري بروسيسنج، عندك واحده تانية مثلا اهي بري 3، وتجرب كل واحده. ممكن ترن دي وبعد كده دي،
فبيديك reproducibility للكود، ان انت الكود تكتبه مره واحده وتقعد تلعب في الاوردرنج، تلعب في الكود نفسه، وممكن بعد كده تعدل في حاجات الموديلنج وتعمل ري ران، كنت ران نفس السل كذا مره. يعني ليه السكريبت، ليه السكريبت وحش كده؟ عشان السكريبت انت هتضطر تكتب كل الكود ورا بعضه وترنه في وان كوماند. فانا مثلا لو عايز اعدل حاجه في الكود او عايز اتست حته في الكود، التستنج برضو حته مهمه جدا. يعني مثلا فور اكزامبل انا عملت رن ده كسكريبت، حطيت كل الكود ده ورا بعضه في سكريبت ورنيته، هيديني ايرور مثلا، هيقول لي في ايرور في الحته دي في البري بروسيسنج مثلا. انا لو عايز اروح اتشيك البري بروسيسنج هضطر يعني كومنت الكود اللي تحت واروح ارن دي لوحده واشوف ايه المشكله وابدا افهم الدنيا. انما في جوبيتر انت هتاخد السيل وتقعد تلعب فيها، يعني هتقعد تري رن الكود زي ما انت عايز لحد ما تظبطه، وبعد كده في الاخر هترن السيل فيديك تمام، تروح رن اللي بعدها تعمل تيستنج للي بعدها، هكذا. يعني هو التيستنج عامه اسهل عشان انت عندك الكود فاكتور في سيلز معينه، فكل سيل ليها ممكن تتستها لوحدها، ممكن تديبجها لوحدها، ممكن تجرب مولتيبل ثينجز جوه نفس السيل، وكله جوه الانفايرمنت بتاعت السيل دي لوحدها. وانس ما تخلص الجزء ده تخش على الجزء اللي بعده وهكذا يعني. فهو مفيد برضو في الحته دي كتير يعني. بلس برضو اسهل في الديباج، عشان مثلا لو انا عايز مثلا عندي لاين اوف كود هنا مثلا انا حاسس فيه مشكله، ممكن اعمل سيل فوق على السريع كده احط فيها اللاين ده، ارنه اتاكد ان هو تمام، وبعد كده اروح امسح السيل يعني ده مفيد، ده بيوفر عليك كتير. على عكس مثلا في السكريبت تضطر بقى تفتح مثلا الشيل وكده ترنه في الشيل، بس عشان ترنه في الشيل محتاج يكون عندك variables فوق وليلة يعني، ففاكس. أم... اوكي ايه تاني؟ النوت بوك برضو احلى ادفانتج بتاعتها ان انت هو ده هو ده مش ادفانتج، هو ده زي فورست يعني شويه، ان النوت بوك ستايل ده هو الستايل اللي كل ماشين ليرنينج بلاتفورم تستخدمه. يعني لو انت مثلا عايز ترن الكود بتاعك على حاجه زي كاجل او جوجل كولاب، هيبقوا موجودين في الستراكشر بتاع النوت بوك، مش هيديك سكريبت، مش هيفتح لك سكريبت يقول لك اكتب جواه، هيديك نوت بوك ويقول لك عيش حياتك. طب ليه هكون عايز ارن على حاجه من دول؟ عشان لو انت عايز ترن حاجه على جي بي يو، النيورال نتوركس عامه يوجولي عشان هي جواها parallelizable بروسيسز كتير، اوريدي شرحنا parallelizable فوق، اللي هو كونسبت عندك اوبريشنز كتير ممكن تعمل لها parallel جنب بعض يعني. فالحاجات البارالل دي السي بي يو بيعملهاش كويس، عشان السي بي يو هو سيكونشال بروسيسور، هو الحقيقة هو قوي بس بيعمل اوبريشنز واحد ورا التاني، ما بيعرفش يعمل مالتيبل اوبريشنز في نفس الوقت. هو بيعرف يعني لو عندك مالتيبل كورز ينفع، بس مش كتير قوي يعني. انما الجي بي يو هو عباره عن، تخيل انت جبت يعني كورز كتيره جدا بس كلهم كورز ضعيفه، فهو ده الجي بي يو. عشان الجي بي يو ممكن يعمل بقى اوبريشنز كتير قوي، اوبريشنز بسيطه، يعني زي ما قلنا الماتريكس اوبريشن اللي فوق دي مثلا، كل اوبريشن بسيطه، يعني مالتيبليكيشن اوف تو اليمنتس مع تو اليمنتس، فهو اوبريشن بسيطه بس هم كتير. تخيل بقى ماتريكس مثلا 50 في 50 مضروب 50 في 50، فشوف في كام اوبريشن موجوده جواهم يعني. فلو قسمت كل اوبريشن من دول على كور ضعيف هعرف اخلص الاوبريشن كلها في اولموست وان ستيب، عشان هيبقى عندي انف كورز اخلص يعني متخيلين الفكره يعني. فلو عايز تستخدم جي بي يو قوي غير طبعا يعني يوجولي مش هترن على الجي بي يو بتاع جهازك ده لو عندك جي بي يو اساسا، عشان الجي بي يوز على اجهزه اللابتوبس او البي سيز حتى معظم الناس يعني كفي رام بتبقى في رينج مثلا 4 6 لو انت يعني جامد يعني، ده اليوجوال كونسيومر. انما حاجات مثلا على كاجل وكولاب هي في رينج 16، وكاجل حتى بيديك اوبشن ان يبقى عندك 2 جي بي يوز فممكن توصل 32. فالمودلز الكبيره او حتى المودلز الصغيره يعني هي برضه بتحتاج جي بي يو كتير. يعني الجي بي يو استخدامك للجي بي يو بيزيد مع حجم الموديل ومع حجم الداتا الاثنين. فلو داتا كتيره وحتى لو موديل صغير هياخد جي بي يو كتير، ولو موديل كبير وموديل صغير برضه هياخد جي بي يو كتير. ولو عندك الاثنين كبار طبعا هتعيشها. يعني مثلا حاجات اللي هي زي شات جي بي تي وكده بترن على جي بي يوز حرفيا عملاقه يعني. يعني كمثال بسيط، في موديل صغيره ال ال ام صغيره، حاجات زي شات جي بي تي بس صغيره يعني على سكيل اصغر، بتحتاج مثلا 4 جي بي يوز، كل جي بي يو 40 جيجا مثلا. ده كاكزامبل، ده من بيبر يعني. فالجي بي يوز عامه يعني ده ليه الكمبيوتيشنال، زي ناس كتير مثلا بتقول لك ان الاي اي مثلا محكوم بالكمبيوتيشنال ابيليتي بتاعتنا، عشان احنا الجي بي يوز بتاعتنا عشان نوصل للمراحل ان احنا نترين موديلز زي دي محتاج كميه جي بي يوز او حجم جي بي يوز مش طبيعي يعني. فدي برضه نقطه كمان يعني.
في نقطة كمان بسيطة على جنب، يعني ان هو ان انت ممكن النوت بوك دي تحولها لفورمات تانية. ممكن تحولها HTML تبقى زي ويب بيج، ممكن تحولها ل PDF تعرف تقراها كدوكيمنت. هي عامة اسهل في قراية عشان انت عندك مارك داون. يعني انت لو عندك تايتل، يعني عندك مثلا تكست هنا وبعد كده كود وبعد كده تكست وبعد كده كود، هي تعتبر زي كأنها زي كراسة. يعني ده نوت بوك، يعني عندك تايتل كود تايتل كود كأنك بتلخص حاجة. فهي بتبقى اسهل كتير في القراية حتى للناس النون تكنيكال يعني. ممكن برضه تحولها برزنتيشن عن طريق كود معين عشان تحولها برزنتيشن على طول، بس يعني هو مش احسن شكل برزنتيشن بس شغال يعني. وبس يعني هو دي كلها البينيفيتس بتاعت الموضوع ده. او برضه طبعا ينفع تختار ال الانتربريتر او اللي انت تستخدمه في الكود. يعني ممكن مثلا زي لو هنرجع الاكزامبل بتاع اناكوندا اللي فوق، انت مثلا عملت environment سميتها env1 وعندك environment تانية اسمها env2. ممكن ترن نفس النوت بوك بده او بده، كانك بتسلكته يعني. وبعد كده اي حاجه ترنها جوه النوت بوك دي هتبقى على الانفايرمنت دي. فده برضو اكزامبل حاجه ظريفه يعني. و I think هي دي كلها المين بنفيتس يعني. ف اولا لما اديكوا اكزامبلز او لما اديتكوا اكزامبلز في بايثون عامه، انا استكيت للموضوع بتاع السكريبتس وكده عشان هو ده الديفولت. يعني لو تكتب عشان تتعلم بايثون عشان تتعلم بايثون بتتعلم على سكريبت عشان ده الديفولت اللي انت المفروض تعود عليه. انما بعد كده لما تيجي تشتغل ML او داتا اناليست او داتا ساينتست او كده، هيبقى معظم شغلك في النوت بوكس يعني. برضه نقطه كمان فكرتني لما اتكلمت على داتا ساينتست اناليست، يعني الفيجواليزيشنز احسن بمراحل في النوت بوكس. عشان انت لما تيجي مثلا ترن سيل جواها فيجر معين، الاوتبوت بتاع السيل هيطلع لك تحتيها فتعرف تشوف الفيجر بتاعك. وبعد كده مثلا تعدل هنا فيعدل الفيجر، كده تعدل هنا فيعدل الفيجر، تعدل هنا فيعدل الفيجر. لو انت عندك سكريبت، اولا انت عندك مالتيبل فيجواليزيشنز كلهم هي اوفر رايتوا بعض، مش هتعرف تعمل مالتيبل فيجواليزيشن من سكريبت واحد الا لو انت عملت مالتيبل ويندوز بس. يعني دي فيها مشاكل يعني. والتعديل صعب عشان هتضطر تعدل في السكريبت كل مره، مش هي الموضوع بالنسبه لك سهل قوي كده. فالفيجواليزيشنز برضو اسهل بمراحل في النوت بوكس. تقعد تعمل وممكن تعمل ممكن تعمل سيل فيجواليزيشن وسيل فيجواليزيشن تحتيها وسيل فيجواليزيشن تحتيها، ويعني جست سايكل كده كبيره يعني. فتقعد تعمل فيجواليزيشن زي ما انت عايز وتقعد تلعب وتغير وتعيش حياتك يعني. أم، فبس ده برضو يعني بيج بنفيت لجوبيتر نوت بوكس. و I think ده كل حاجة يعني. ده كل اللي كنت عايز أقوله صراحة كبيجنر اوفر فيو كده لللايبريز والحاجات المهمة في الانفايرمنت بتاعتك. وطبعا هنخش في كل واحدة يعني ان ديبث وتتعلموها كويس يعني. يمكن برضو اناكوندا وجوبيتر مش هنخش فيهم قوي غير لما نبدأ نخش في المشين ليرنينج بداية من السكشن اللي جاي. بس كويس يبقى عندكم برضو فكرة عنهم يعني من دلوقتي. وبس يعني شكرا وهشوفكم في الفيديو الجاي.